يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم وزة الفحار من قناة وزة الفحار. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة كيكة الزبرة بطريقة لذيذة وسهلة وبسيطة جدا. انا هنا معايا كوبايتين دقيق قسمتهم على طبقين. طبق شلت منه معلقتين دقيق علشان هنحط عليه الكمية اللي بالكاكاو، والطبق التاني خليته زي ما هو وحطيت عليهم كيس بيكنج باودر او الكيك شيف. بس قسمت الكيس بتاع الكيك شيف على الطبقين. انما هنا حطينا 3 بيضات، حطينا كوبايه الا ربع سكر، كوبايه زيت، كوبايه لبن، وكيسين فانيليا، ومعلقه خل. هنضرب بقى كل الكلام ده مع بعضه، وهناخد هناخد نص الكميه هنحطها على الدقيق للكيكه البيضه، والنص التاني هنحط عليه معلقتين كاكاو بدل معلقتين دقيق اللي شلناهم، وهنضربهم وهنحطهم على الدقيق اللي متشال منه المعلقتين. هنا يا جماعة أنا كنت صبيت في القالب بعد ما دهنته بالزيت أو بالسمنة وبطنته بالدقيق، صبيت فيه الكيكة البيضة. وهنا دي الكيكة اللي بالشوكولاتة. بصوا هو ده القوام يا جماعة اللي احنا عايزينه. انا هبتدي اصبها هنا على دي، وهعملها بالعصاية بتاعة الشيش طاووق، وهبتدي اعمل لها زي الزجزاج. بصوا يا جماعة بعد ما صبيت الخليط التاني هبتدي اعمل زي الزجزاج كده فيها اهو يا جماعة، الزجزاج بالشكل ده. وقفلت الفتحة اللي من فوق بورقة فويل. هدخلها على فرن متسخن من قبليها بحاجة بسيطة يعني، وانا ببتدي في نصها كده ببتدي اشغل الفرن عشان ما يبقاش عندي حامي زيادة عن اللازم. اهو دي يا جماعة شكل الكيكة بتاعنا بعد ما طلع. انا قطعت منها السلايزين دول. بصوا ده شكلها كمان من تحت مستوية وجميلة، وبصوا هشة جدا. في النهاية لو عجبكم الفيديو بليز لايك وشير. كانت معاكم وزة الفحار، باي باي.